لو سألتك وقلت لك ايه هو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ ازاي تقيم نفسك انت ناجح في المجال ده او لا؟ خلينا نتكلم الاول على مفهوم النجاح عامة، لان الناس ادت للمفهوم ده وعملت له يعني واثقلت بيه على الناس وعملت له هالة عظيمة جدا. لدرجة ان انت علشان توصل انك انت تبقى ناجح في حاجة فانت لازم تبذل الغالي والرخيص. يعني ايه نجاح؟ يعني انا بوجهة نظري انا طبيعي ان احنا يبقى عندنا هدف، او احنا كل فترة نحط اهداف ويبقى عندك جول كبير انت عايز توصل له. بس الفكرة فين؟ الفكرة ان انا في حياتي اليومية العادية مش مفروض ان انا انسى النجاحات البسيطة والخطوات البسيطة اللي انا باخدها في اتجاه هذا الهدف، او حتى في حياتي العادية. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت فنجان قهوة وطلع حلو، فانا كده نجحت في ان انا اعمل فنجان القهوة ده. انت ممكن تكون تشوف ان الموضوع ده بسيط، لكن هو مش بسيط. هو انا بدرب نفسي كده وبدرب عقلي والعقل اللاواعي باحتفالي بالنجاحات البسيطة والحاجات البسيطة جدا جدا دي اللي انت ممكن تكون مش شايفها. بدرب نفسي ان انا بعيش وكأني ناجح طول الوقت، وكأن النجاح ده طريقي وحياتي واسلوبي المستدام. غير كده وانا بوصل للهدف الطويل ده المفروض ان انا بستمتع بالطريق. فانا بعمل كده الحاجتين. اول حاجة ان انا ادرب العقل اللاواعي وادرب نفسي على ان انا ناجح طول الوقت، وان النجاح ده اصلا من من شخصيتي انا، اصلا بقى حاجة مستدامة في حياتي. تاني حاجة ان انا عقبال ما اوصل للهدف الكبير اللي انا عملته ده، فانا استمتعت بالطريق في الوصول ليه، فعشت حياة مستمتعة، حياة فيها متعة ونجاح وانبساط.